وقبل ما نبدا الفيديو البنات، اليوم جبت لكم فرصه ذهبيه ما تراطيوهاش. هذا الفرصه تضرب عصفورين في حجر. هذه الفرصة فيها علم وعمل، يعني تقدروا تقريوا وليداتكم وفي نفس الوقت تقدروا تخدموا فيها نتوما ثاني. والحاجة المليحة في هذا العمل انه ما يتطلبش نيفو دراسي، يعني وانتي في دارك وانتي خدامة انتي تقراي تقدروا تشاركوا كامل، خصوصا رانا في وقت الدخول المدرسي وهذه المنصات راح تحتاجوها بزاف. تقدروا تشروا منصات لولادكم وتقريوهم فيها، يعني بلا ما تشقاي وديري ليكم باسعار عاليه. تقدري من عندهم تشري منصات لمده عام كامل، يعني تخلصي مره واحده لمده عام كامل ووليداتك يقراو. احجزوا اماكنكم البنات، بما انه رانا في البدايه، وليداتكم يستفادوا وليداتكم يقراو ثاني باسعار خياليه، يعني كامل باذن الله. تقدروا تشروا هذا المنصه لوليداتكم، منها تشريوها تقريو وليداتكم ومنها تخدموا فيها ثاني. هذا الشركه راه عندها موقع في قسنطينه، تقدروا تروحوا بنفسكم وتزوروها وتشوفوها. والحاجه الثانيه لمحبي اللغات لمحبين التجميل ثاني، راكم تقدروا تقراو فيها وتدوا شهادات تقدروا تفتحوا بها مشاريعكم الخاصه. الحاجه الثانيه ذكا بالنسبه للعمل البنات، تقدروا تخدموا في هذه، راه عندكم مداخيل كل اسبوع، يعني على حساب الخدمه والشطاره تاعك، وتقدروا تحققوا احلامكم من خلال هذا العمل. يعني ماهوش تسويق، لانه هذه شركه معروفه وراهي في التلفزيون ثاني خرجوا وحكاوا عليها. عندها الموقع تاعها ثاني، وراكم راح تخدموا مع مدربة بإذن الله هي اللي راح تعاونكم، يعني هي عندها خبرة كبيرة في هذا المجال. وثاني البنات، تقدروا تحققوا أحلامكم من خلال طموحاتكم، من خلال المشاركة تاعكم. إن شاء الله جربوا، ما راح تخسروا حتى حاجة. وثاني تقدروا تشاركوا من كامل البلدان. وذوكا نقول لكم حظ موفق للجميع. الرابط راح تلقاوه في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت، تدخلوا ثم باش الادمين تزيد تفهمكم اكثر واكثر. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. واش راكم البنات؟ لاباس ان شاء الله؟ يا ربي ديما تكونوا بخير وزاهيين وباهيين. اليوم اقتحمت قناة زنوبة، انا هيك اللي راني في قناة زينب، لازم تتقبلوني. اهلا، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم واحوالكم بالف خير. واليوم ان شاء الله رجعنا لكم فيديو جديد. شفتوكم بداكم مقدمه، انا قلت لكم اقتحمت بسم الله ما شاء الله، جاتك الروبه تهبل. الله يبارك. صح دوك نعترفوا بصح هذه تاع ماما ماشي تاعي. تمسيها بالصحه. منين تجيب زينب روبات تحط لي روبات كامل قدامي وتقول لي خيري يا ماما الروبه اللي تعجبها علي بها كل مره، انا خير الروبه. كثر خير بنيتي. واش راح نقول ربي يهنينا ويهنيكم ويمدنا لهنا ان شاء الله. انا عندي وحده كيف همي هذيك اللي لبستها في المولد كروفيت، ولا كل واحد كيف عمل غوز ولا كروفيت، مي الزرقاء تاع ماما هذه يعني ما شاء الله تهبل. انا كنت عندي كيما حنا نقولوا كولور او لون واحد اللي نحبه، بصح كي ولات قنعتني كل مره تقولي بدلي الالوان. كان عندي غير الاسود
والاصفر، هذو هما نموت عليهم ديما. اما كي وليت نبدل الالوان زاد تجيبني الازرق بزاف عدت مدمنه. راكم يمكن توليتوا لي بلي نلبس الازرق بزاف. المره هذه وهذه ما عنديش، مره تبان لي بلو نوي، مره تبان لي نوار. هذو اللي جبتهم ثاني قبل ما نهز روحي شويه هكذا. شوف كيف زيتي راح شكلت بينا شويه. هذه اللي جبتهم لي المره اللي فاتت، خيرت اللون هذا كي صورت مع هذاك، هي اخر مره صورت فيها معاها. وللاسف وليت استحرقت. ربي يجيب الشفاء لينا وللكامل المؤمنين كامل. المهم راح نبارطاجي معكم اليوم فيديو انا وماما واش حنديروا. رحت انا والزوجه تاعي وزنوبه، قضينا شويه حوايج حبينا نبارطاجي. رحت انا وزنوبه والزوجه تاعي قضينا شويه حوايج منا ومنا. دوك نبارطاجيو معاكم واش جبنا واش قضيت نخبي القضيه. نبارطاجي معكم ان شاء الله فيديو تاع اليوم. حبيت اليوم نبدا انا وماما وتتشاركوا معنا كيف واش نقول لكم. المهم ما تنساوش تحطوا لي لايك على الفيديو اذا عجبكم، طبعا ابوني للقناه اللي ماشي مابونين، ومرحبا بكم في الانستغرام تاعي. ما تنساوش ديروا لها اللايك. ديروا اللايك في قناتك لايك. انا نحشم في قناتك لكم ديروا اللايك. شوفوا ديروا الجيم على جال ماما، ديروا لي جيم. باش اول حاجه البنات بغيت نقول لكم ان شاء الله يا ربي يفرج على فلسطين، وان شاء الله يكون معاها ان شاء الله يا ربي. هذا الفيديو راه عنده تقريبا سمانه مصور، اما ما قدرتش نهبطه من الاخبار اللي انا نسمعوا فيها في لي فيديو. انا كل شيء راني بلقى راني غايبه عليكم في اليوتيوب، مي راني كل شيء نبارطاجي معاكم في الانستغرام. يعني في الانستغرام راني دائما ثم نبارطاجي على كل الاحداث، فان شاء الله ربي يفرج عليهم، لانه بصراحه نفسيتنا تعبت وكامل على بالي بلي رانا كامل، لانه احنا مسلمين وحنا نحسوا ببعضنا وعارفين كيفاش الاوضاع. ان شاء الله يا ربي يكون معاهم ان شاء الله وينصرهم. هذه قضية أي واحد مسلم، وماشي غير المسلمين اللي تضامنوا معاهم، يعني كامل تلقاو يعني معظم الجنسية اللي تضامنوا معاهم. فإن شاء الله يا ربي يفرج عليهم إن شاء الله يا ربي. اليوم قلت لكم ندير المونتاج ونبارطاجي معكم هذا الفيديو، يعني فيديو بسيط ما في حتى حاجة. الواحد أصلا مبقاش ليه الخاطر أقسم بالله. أنا هذا الدقلة نجيبها على جال الوليدات. شوفوا جبتها على جال الولاد مي كلاو تمر أكثر. هذاك التمر اللي جبته ماما، هذا جبته ماما على جالها تاكلوه، ما كانت ما تاكلوش. مي كي مرضت بلانيمي قالها كلي التمر بزاف. المهم ولاو كلاو التمر وخليو الدقلة ولا كليتها. انا نوريكم هذه العلبه حاطه فيها ماما دبشور المعدنوس، عجبتني بزاف. ها قلتها هي قالت لي ماما تقعد هي. المهم بغيت نقول لكم باللي ان شاء الله وانا مروحه نديها على بالي حتقوليها نديها في الخافي من غير ما تعرفوا ولا تشوفوا. شوفوا سجلوها. ها انت مسخبك بدك نشري واحده. عندي زوج اخرى نعرف راهي سمعت نديلك بلا ما تخليني نديها بلا. بالنسبه للتمر بزاف كيما لا كنت نشوفوا انا كنت ما نحبوش بزاف، من بعد وليت يعني نشتي كيما قال لي طيب كولي مرت واحد الوقت كذا بلانيمي، يعني لانيمي حاده، قال لي كولي التمر بزاف وليت ناكل التمر. انا هذا نعطيكم زينه. هذا ديما نخليه لولادي، يعني والله ما نهزو مره نخليه ديما فوق الطابله ياكلوا قسم يحبوا، يعني اللي يعود خارجي يهز، اللي يبغى ياكل يهز، نغطيه لهنا ونخليه فوق الطابله. اما بالنسبه لهذاك نولي نحطو منين يخلص نزيد نجيب. وجبت جبنا ثاني شي فلورا. المهم نبارطاجي معكم كاش وصفه تاع شي فلور اختراع. وبكا واش ندير، نخمل هذا القضيان باسكو مازال هنا عندي فوق الطابله، نخمل غير القضيان هكا. يعني ما قضيناش هذوك حوايج كبار كيما اللوبيا العدس الحمص، قالونا ما كانش عنده شهر وناقص بزاف، فجبنا غير هذوك الحوايج زعما الخفيفه كيما جبنا مقارون الخضره جبنا. مي قلت لكم جبنا زيتون فرماج هكا، فرماج تاع البيتزا، هادو حوايج. شفتوا الحاجه اللي نلقاها نلصق لها ماما نقولها نديها على باليش نتوما كامل كيف كي تروحوا عند اهاليكم ثاني هكذا والله كيف. المهم انا جيت فرغت السكر، فرغت كامل القضيان. واش نديروا للعشاء؟ قالت لي ماما ديري لنا مقارون، اورات لي الوصفه تاعها كيفاش ديرها، باسكو انا ما كنتش نديرها هكذاك. وهي بصراحه اني ندير طبخات ولا نطيب ولا مي المقارون ما تصلحش معايا بزاف، ما على باليش ليه، مع انه محمود يموت عليها. قالت لي روحي بنتي نوري لك طريقه تفرحي بها راجلك كي تروحي. هنا حطيت شويه تاع الزيت، وحطيت تقريبا واحد 4 ولا 5 تاع فصوص تاع الثوم، قليتهم هكذا شويه. هذه كاول طريقه. انا ما حطيتش، انا في طريقه تاعي نحط المقارون يغلي نورمال،
ومن بعد نولي ندير له لاصوص وهكذا. مي يعني ما درت والو، بسم الله. هذه هي درت اول حاجه شويه تاع الزيت، شويه تاع الثوم. هي بارطاجيتها معكم في القناه، مما على بالي شفتوها كامل ولا لا. مي حبيت انا ثاني نشاركها معكم. هنا زدت عليها مغرفه طماطم تاع البطاط تاع العلب، وزدت لها شويه لي زيبيس، زدت لها الملح، الفلفل الاسود، زدت لها شويه كيما تحبوا نتوما ديروا فلفل احمر حار هذاك، ولا ما تحبوش ديروه، كل واحد حر. هنا جبت المقرون، هذا هو اللي استعملناه. قالت لي ماما هذا مليح. المهم باش نكيل 2 كيلات، كيله ماشي 2 كيلات، كيله. هي تكيل بالكيله. جبت هذه القدره ولا بوبيطه ولا كل واحد كيف يقول عليها. المهم درت بكيله هذه، تما ديروا كيله تاع مقرون يقابلها 2 كيلات تاع الماء. اي في نفس هذيك اللي حطيت فيها الثومه، شوف حطيتها شويه تتقلى، ومن بعد زدت لها 2 كيلات تاع الماء. فهمتوا؟ يعني كيله مقرون تقابلها 2 كيلات تاع الماء. ها كيما شفتوها دوك تشوفوا والله غير تجي بنينه. هذه تجي بالطون. اذا جربتوها اعطيوني الراي تاعكم، غير تجي ما شاء الله. قلت لها هذه الوصفه ابيكم كليوها كامل. ما شاء الله. كي نروح قلت لها هاي نوريها لمحمود. شوفوا هنا سكرت عليها وخليتها غير طابت. هذا مكان زدت لها من بعد الطون. نتوما تحبوا حمرا بزاف زيتوا طماطم، كل واحد واش يحبها. زدت لها الطون وزدت لها الدبشه وزدت لها الفرماج رابي. جات ما شاء الله بنينه تهبل. هنا زدت فرماج رابي وخليته يذوب معها وطفيت على الغاز. وهنا جيت باش ندير السلطه المعروفه اللي دائما كان محمود يديرها. ديما هو اللي يديرها لنا ما شاء الله. جيت هبل قلت لهم انا اليوم توحشت السلطه تاع محمود، باغيه نديرها. المهم كان هو نتوما واش عندكم؟ انا عندي هنا خيار، وسبحان الله تولحت الاولاد. مثلا انا جوري عندي تاكل بصله، انا ناكل البصله، نجي نطيب البصله تلقاوني كليت منها طرف. حتى جوري خرجت ليا تاكل البصله هكذاك. فاللي وليداتهم ياكلوش البصله، ولا مثلا تقدروا تخلطوها لهم هكا مع السلطه، ماشي ما يفيقوا لها، تجيهم بنينه وياكلوها. كما قلت لكم تجي بنينه تهبل. انا هنا حطيت خيار، طماطم والبصل، قطعتهم شوي قطعهم رقيق. خلاص محمود كان يقطعها لي رقيق اكثر من هكا. وزدت لها شويه تاع كزبر، هو ثاني يدير لها شويه تاع كزبر وشويه تاع الملح، ويزيد لها غير شويه تاع الماء، شويه زيت زيتون. هذا زيت زيتون. وانا لقيت عند ماما الفينيغرات اللي مالفه ديرها السلطه، قلت ولا غير نزيدها لها. شوفوا شكون يدو لح يدو اكيد عمر. هذه الفينيغرات تخدمها ماما في الدار. المهم قلت نزيدها باش تجي هكا تعطي بنه مليحه. شوفوا جات والله غير ما شاء الله جات بنينه تهبل. هنا لقيتها شويه ناقصه ملح، زدت لها الملح. وهذه هي هنا كيما تشوفوا هذا هو الشكل تاعها. ما شاء الله جات بنينه تهبل. وهذه هي السلطه زدت قطعت عليها شويه زيتون اخضر ثاني، جات روعه ما شاء الله. وكملت فرست الكوزينه، خبيت هذاك، كملت خبيت القضيان. الفيديوهات القادمه راني نحاول قبل ما نروح نخمل الدنيا كامل لماما. ودوكا بعد ما كملت جيت باش نبارطاجي معكم هاد البيجامات اللي شريتهم للاولاد. صراحه عجبوني هايلين. البري تاعهم لقيته مليح. يعني دوكا كيما راكم تشوفوا مازال سبحان الله الجو حتى ما برد شويه، غير في الليل هكذا تبارك تلقاو البروده. في مصر ثاني قال لي محمود كاينه البروده هكذا شويه، ما بلا روحنا يدخل يكون هكا بردت شويه الدنيا ونحتاجهم دوكا. قلت لكم هذو الكبار شريتهم ب80 كيما جوري، باسكو العمر تاعها شويه كبير، وزعما عمر كي عاد صغير البري تاعو ناقص. هذو شريتهم ب80، ودوك تشوفوا تاع عمر اللي جبتهم ب70. من حنا ما يركبوش ثم الفرن هكا يحتاجوا حوايج هكا سخونين ولا غنحتاجو. عباكم العام الاول اللي كانت فيه جوري تلبس الفيستا مسكينه في الدار تيرمو البرد، حتى نشينا هذاك تاع تريسيتي، تولهت لهذاك تاع تريسيتي شريناه ولينا نورمال. هذه الموف وهذه الغوص، هذو تاع جوري. هذو تاع جوري. زيد نوريكم تاع عمر، وهذو تاع عمر. شوفوا هذه في الفير، هاي ثاني مقطنه نفس هذيك مي تاع ذراري وبنات. هذا وهذا السروال تاعها، والدوزيام جبتها له في الكري. شوفوا في الكري ثاني تهبل. يفوتوا بهم شتا، يعني نزيد نشري لهم. هذو البنات شيتهم ب70,000. شيتهم ب70,000. هذو تاع جوري 80,000، وهذو شيتهم ب70,000 باسكو هذه عمر صغير، زعما لاطاي صغيره.
وهذو تاع عيازن، نوريكم تاع عيازن. راني ماما ملقيتش قدها تاع عيازن. ها تاع عيازن ثاني تهبل، الكولر ثاني مليح. هذا سروال، وهذه الثانيه هاي، وهذه الثانيه. شوفوا الثانيه ثاني مليح. هذا سروال، هذه جايه نورمال شغل موف، وهذه في القريه. هذو هما تاع يزن ثاني شريتهم ب80 باسكو لاطاي تاعو كبيره. ها البري راه يبان لكم 80,000، وتاع عمر صغار 70,000. هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا على المتابعه.